كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيشون مثلنا، تصيبهم المشاق، تضيق بهم الدنيا، لكن قلوبهم لم تغرق في حطامها. لم يكن ديدنهم عند رؤية مهموم أن يدعوه إلى تناس أو هروب، بل كانوا يذكرونه بحقيقة الرحيل، وأن الدنيا طريق لا وطن. هكذا رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، قلوبا معلقة بالآخرة. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وبهذا الميزان الإيماني كانوا يتواصون عند الشدائد، ليعلم المحزون أن الأيام مراحل وتطوى سراعا. وفي ذلك يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فخفف عن قلبك أيها المهموم، ولا تهلك نفسك أسفا على دنيا ستمضي، ولا على حزن محتوم أن يزول، فما نحن فيها إلا عابر سبيل نطوي أيامها لنحصد غدا ما زرعناه اليوم.